من بين كل وصفات المعمول اللي عملتها وجربتها، هالوصفة رقم 1 عندي. وصفتي المعتمدة لأطيب معمول بالسميد، هش ودايب وبرسمة ثابتة، وعن جد مستحيل أستغني عنها. قوموا بسوا السميد وحضروا أطيب وصفة للعيد واحتفظوا فيها، ومثل العادة ما تنسوا تنوروا البوست بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة اللي دايما بتدعموني فيها. اللايك كتير مهم لحتى تضل فيديوهاتي توصلكم أول بأول. ونبلش ونحكي بسم الله. رح أحتاج لنص كيلو من الطحين، حاولوا نخلوه من قبل، ما يعادل تقريبا 500 جرام، أي 3 أكواب وربع بالأكواب المعيارية. رح أضيف عليه أيضا نص كيلو من سميد الفرخة الناعم، وهو سميد أنعم من السميد الناعم، مع ربع كوب من السكر المطحون، وأيضا نص معلقة صغيرة من المستكة مع نص معلقة صغيرة من المحلب. رح أنزل عليهم من بعد هيك الزيوت. بالنسبة للزيوت أنا استخدمت سمنة وزبدة يكونوا دافين، نفس العيار للسمنة وهو نفس عيار الزبدة، ما يعادل تقريبا 250 جرام. هلأ رح أبلش أفرك السمنة بالزبدة مع الطحين والسميد، رح أفركهم مع بعض كتير منيح. خدوا أكتر وقت ممكن تحتاجوه لأنكم تفركوهم مع بعض. طبعا إحنا ما بدنا عجن، إحنا فقط فرك، وبهالخطوة هي أهم خطوة. هلأ اتركوهم تقريبا، كل ما تركتوهم وقت أطول كل ما كان أفضل. أنا تركتهم تقريبا ليلة كاملة. لحشوة التمر رح أحتاج تقريبا لنص كيلو من التمر المعجون، رح أضيف عليه معلقة صغيرة من كل من اليانسون والشومر والمحلب والقرفة، وبالإضافة إلى معلقة كبيرة من السمنة، ورح أعجنهم مع بعض كتير منيح. ومن بعدها ممكن تستخدموا المعالق المعيارية لحتى تكوروهم ويكون حجم الكور تقريبا متساوي. ومن بعدها رح نغطيهم ونتركهم على جنب لحتى ما ينشفوا. لحشوة الفستق الحلبي رح أحتاج تقريبا ل 200 جرام من الفستق الحلبي، رح أضيف عليه ما يعادل تقريبا معلقة ونص كبيرة من السكر المطحون، وبالإضافة إلى معلقتين كبار من القطر، وبالإضافة إلى معلقة كبيرة من السمنة، وأيضا معلقة من ماء الزهر أو ماء الورد. رح أطحنهم، ما بدي أطحنهم كتير، بدي يكون شوية طحنة خشنة. ومن بعدها أيضا رح أستخدم المعالق المعيارية وأشكلهم على شكل كرات مثل التمر، وبالإضافة رح أتركهم على جنب وأغطيهم لحتى ما ينشفوا. تاني يوم رح نبلش نشتغل بالعجين. مثل ما عم بتشوفوا كيف بتكون حركة ايدنا من تحت لفوق، ما بدنا نعجن كتير. رح نضيف ما يعادل تقريبا لمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وايضا رح نفس الطريقة نحاول نقلب من فوق لتحت بدون عجن. ورح نقسم العجينة لجزئين، جزء رح يكون بحشوة التمر، رح اضيف عليه معلقة صغيرة من بهار التمر، والجزء الثاني رح اخليه لحشوة الفستق، رح اضيف عليه معلقة صغيرة من ماء الزهر. وايضا بنفس الطريقة رح اقلب من فوق لتحت، ما بدنا عجن لحتى ما ينشف معنا الكعك. رح أبلش بحشوة التمر. رح أبلش هلأ أعجن العجينة بالحليب، رح أبلش أضيف الحليب بالتدريج. الحليب عنا سائل ويكون شوي دافي، رح نبلش نضيفه بالتدريج لحتى نحصل على قوام ما بتشقق عنا مثل ما عم بتشوفوا. ومن بعدها رح نبلش ناخد أجزاء أو نكورها على جنب لحتى نبلش نشتغل فيها. هلأ ما بدنا نخلص كل الكمية، لا، الكمية اللي بتضل منغطيها لحتى ما تنشف. الطريقة لحشوة التمر أو لحتى نحشي التمر موضحة بالفيديو. حاولوا تكون كمية التمر شوي أقل من العجينة، وأنا بستخدم المنقاش لحتى أنقشهم. ممكن تستخدموا القوالب لو بتحبوا، أنا بحب أنقشهم تنقيش. وبغرز بعود خشبي بمنتصف كل حبة لحتى يعطيني الشكل اللي هو خاص بشكل التمر. رح أبلش أخلص كامل الكمية، رح أحطهم بالصواني، ومن بعدها رح نبلش نخبزهم. وهون حبيت أورجيكم لو بتحبوا تستخدموا القوالب، حاولوا شوي حطوا عليها شوي من الطحين لحتى ما تلزق عندكم العجينة، وممكن تستخدموا أي شكل أنتوا بتحبوه. لحشوة الفستق الحلبي بنفس الطريقة، طبعا أنا ضفت على العجينة شوي من الحليب وعجنتها لوصلت لنفس قوام عجينة التمر. كانت عندي طرية ما بتتشقق، بلشت أخذ منها قطع متساوية تقريبا، وحشيتها بحشوة الفستق الحلبي، وبالإضافة نقشتها بنفس الطريقة، بس اللهم أني أنا ما غرست فيها عود خشبي لحتى أفرقها عن حشوة التمر. بعد ما خلصت كامل الكمية ووزعتهم بالصواني، هلأ أهم مرحلة اللي هي مرحلة خبز المعمول.
لحتى نخبزهم لازم ندخلهم على فرن محمى قبل بربع ساعة تقريبا ومحمى على أعلى درجة. بندخلهم على الشواية من فوق لحتى ياخدوا اللون الذهبي ونحافظ على الرسمة من فوق، ومن بعدها بنحمرهم من تحت ليصير لونهم أشقر. بنطلعهم نتركهم على جنب لحتى يصيروا شوي بدرجة حرارة الغرفة لأنه بيكونوا بفتفتوا بالأول، ومن بعدها بتقدروا تحتفظوا فيهم بعلب معدنية لأطول وقت ممكن. وهيك بتقدروا تستمتعوا بأطيب وأذكى معمول بالبيت، أطيب بمراحل من الجاهز. لازم تجربوا الطريقة وتعتمدوها. بسعدني كتير تشاركوني تجاربكم وتدعموني بلايك لو عجبكم الفيديو، وصحتين وألف عافية مسبقاً.